السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي أطراف الأمان. اليوم حبيت لكم الشاورما التركية. تعالوا نشوف المقادير مالتها. هنا عندي كيلو من صدور الدجاج غسلتهن بخل ومي وملح ونشفتهن، وبعدين أبدي أشرحهن إلى شرائح حسب الرغبة اللي تردونها. أنا سويت بالشكل هذا شرائح على طول الصدر مالت الدجاج هيج تكون، ومن بعدي أخلص صدره أخلصه وأخليه على صفحة. هنا جهزت عندي أبدي أخلطها. هنا أخلص صدور الدجاج، من بعدي أبدي أحضر البهارات مالتنا. هنا بهاراتنا مثل بابريكا، مدخن بابريكا باردة وكزبرة وكمون وهيل مطحون وفلفل أسود أبيض. العفو، كل المكونات راح أخليها على صدور الدجاج، وأضيف عليها نص كوب من زيت الزيتون. هاي الوصفة تحب زيت الزيتون. ومن بعدي أخلي عليها خاشوقة معجون الفلفل الحمرا وأخلطها تتجانس عندي وتصير عندي كلها بنفس اللون. ومن بعدي أخليها مدة ساعتين. هنا أني خليتها عندي 3 ساعات، غلفتها وخليتها على صفحة. ومن بعدي أبدي أسوي الصوص مالتها، النكهة مالتها الصوص اللذيذ مالتها. عندي نوع من الحموضيات، عندي نوع فلفل خضراء، وأبدي أخلطها في محضرة الطعام، وأخلي عليه نفس التوابل والبهارات اللي خليناها، خاشوقة معجون الفلفل وخاشوقة معجون عادية. التوابل نفس اللي خليت الفلفل حار وبابريكا وملح وهيل وكزبرة وكمون، وابدي أخلطهن وأخليهن على الجدر وأخليهن على النار، وأضيف عليهن كوب من الماء. أنا حطيت 3/4، شفت ما يحتاج هواي. ومن بعدين راح أخليها على النار ناصية وأخليها تبدي تطهن عندي. ومن بعدين راح أسوي عندي صلصة الطرشي. هنا عندي طرشي خيار ناعم متناعم، وأخلي له مايونيز وكاتشب وخردل، وأخلي عليه شوي من ملح، أخليه على صفحة. صار عندي جاهز، أخليه على صفحة. ومن بعدي أبدي أجهز الفنجر. عندي هنا فنجر راح أسوي بالقلاية الهوائية. أخلي نص الكمية بالقلاية الهوائية وأخليها على نار على درجة واطية، وأخليه. أنا خليت له شوية زيت الزيتون على مود يكون عندي مقرمش. أنا أخلي تاوة راح أخلي بيها قليل من زيت الزيتون، ومن بعدي أذب الخليط مال صدور الدجاج وأخليه على نار هادئة. بدأ عندي ينحمس، نار هادئة ما يحب يعني النار العالية. من بعد كل شوية أبدي أقلب بيه لحين ما ينشف عندي الماي نصي وأخليه. هنا أني بدأ ينشف ويطلع عندي الزيت. هنا خلصت الفنجر وراح أخليه على صفحة. وهنا صار عندي جاهز هذا الدهن مالتي. راح أخليه بيه الصلصة. صارت صلصتنا جاهزة. ومن بعدي أشيلهن وأبدي أسوي الصاج. هنا حبينا أسوي نص صاج ونص هيج أخليه. هنا عندي 3 رادوا صاج والباقي رادوا ياكلونه هيج. أخلي شوية من الصلصة اللي سويتها مالت الطرشي، وأخلي عليها بتيتة، وأخلي عليها صدور الدجاج وألفنها لفة عادية. ومن بعدي أكملهن كلهن وأبدي ألفن أقل حسب الرغبة العندكم. هنا أني يعني جلستهن
نحب يعني ناكلهن هيجي، وراح أخلي قليل من الصلصة اللي سويتها الحمرا. بنات هاي الصلصة كلش طيبة، جربوها. وأبدي ألفهن وألف الصاجيات كلهن وأخليهن على صفحة، ومن بعدي ما لفيتهن صار عندي جاهزات. سويت هنا قلتلكم 3، هاي الثانية وهاي الثالثة. من بعدي خليت البتيتة وخليت الدجاج هيجي، وأبدي أحضر. هنا عندي الخضرة والصلصة الحمرا أكيد، وأبدي شوية بالزيت اللي بقى من عندهن، وأخلي عليه شوية صلصة، وأبدي أحمرهن على نار ناصية. هنا عندي استوى، أبدأ أقلبهن على كل الصفحات، وهنا صارت عندي جاهزة لذيذة. صارن جاهزات عندي، ما تجيكم الطعم مالتها. جربوا هاي الطريقة كلش راح تحبونها. إذا حبيت أكسبهن كلش راح نصي النار عليهن وأخليهن أخلقهن وأخليهن مدة 5 دقايق. هنا أنا عندي كسبهن حيل، وأبدي أطلعهن. هنا صارن عندي جاهزات، أكيد وياها المقبلات والزلاطة. وهنا كان هذا عشان اليوم، وألف عافية. إذا حابين تشتركون في قناتي أهلا وسهلا بكم.